من بداية الثورة مؤتمر ستار هو أعطى النبذة الحقيقية عن المرأة، وهو أعطى النبذة الحقيقية كمان للمجتمع، وضح صورة المرأة بالنسبة للعادات والتقاليد وللمكونات، جميع المكونات. مؤتمر ستار راح يشارك في مؤتمر أو في اجتماع في الشام قريبا إن شاء الله. مؤتمر ستار هو يعطي الصورة، يوضح الصورة الرئيسية والأساسية لجميع النساء في جميع البلدان أو جميع المدن. طبعا هو راح يحمي حقوق النساء، وراح يحمي كمان، راح يكون له دستور لحماية حقوق المرأة، وراح طبعا راح يكون له تأثير، راح يوضح صورة مؤتمر ستار. ايش المعنى لمؤتمر ستار؟ هو طبعا يكون الهدف، وراح يحمي ممتلكات ومؤسسات التابعة للمرأة. طبعا هي خطوة إيجابية وخطوة فعالة جدا، وخطوة يعني تبني للنجاح. اشخوا وكي وفدك يجي كونغرا ستار جي خوجي تفديت قرت وقبيجي إدارة روجا أبا ريحان لوقو أم راستي أم بفي تشتير بركي خوشن جبرجي جدو حزارو يازداده جن چقيسي دناوا تكوشينه ده دناوا برخودانه ده جن رولك خوي باش ليست دناوا جواكي ده شخوتم ودايم أم تبيجن كونغرا ستار وكي لنجي جواكي جبرگ ما في هر کسی دپارێزێ دلێ خۆش هەر ژنێربەت کێ بێ چپێ کاتی بێ مكونة مثلا بعرب كرد بسريان بآشور بإيزيد ب شخوا ما في هر جنيجي دباريزه إيرو أم بفي تشتي بركي بخوشن دماغ مجي جي خوا دناف في شاندايت قرطية وأم سركفتنش هم مجناجر دخوازن وأم بربي كيف خوشن وإن شاء الله وبلياركي باشي دوي شانداية دوي دركبه. طبعا هو كان من الضروري أكيد يعني وجود المرأة بأي حركة أو بأي وفد ممكن أن يشكل بشمال شرق سوريا للتحاور مع حكومة دمشق. يعني وجود المرأة ضروري جدا من أجل طبعا هي كحركة نسوية تناضلت منذ 14-15 سنة منذ بداية الثورة. المرأة طبعا أم شهيد، المرأة تهجرت، فهي يحق لها أن تكون صاحبة قرار بالتشكيل الجديد، وأن يكون لها طبعا رأي بأي قرار يؤخذ أو حتى بالدستور الجديد تكون هي مفعلة بهذا الشيء. طبعا أنا وافق على وجود المرأة بأي وفد ممكن أن يذهب إلى دمشق للحوار أو للتفاوض، لأن هي المرأة هي أساس الوجود طبعا بشمال شرق سوريا. كوجودها طبعا يعني هي تشكل نسبة لا بأس بها، وهي متواجدة بجميع المؤسسات الموجودة بشمال شرق سوريا وفعالة وناضلت، وهي على جميع الأصعدة سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو كانت عسكرية، يعني أثبتت وجوهها على جميع هذه المجالات والأصعدة.